ربما راح نفاجئك لو نقول لك المغرب ما راحش يكون مرشح. لماذا لا راح يكون الضغط عليه كبير، وهذا عشنا. لكن يلعب فوق اراضيه. عشنا 88 لعب فوق اراضيه، 88 لعبوا فوق اراضيه وخرج في المرتبه الرابعه. يعني ماهوش لانه هو اللي راح، يعني راح يكون عليه ضغط جماهيري. ضغط، نعم، راح يكون عليه ضغط رهيب من طرف الجمهور. لكن المغرب يعول على الفوز بكأس افريقيا لانه سينظمها، وحتى المنتخبات الاخرى معول باش تفوز بكأس افريقيا. يعني في اعتقادك المغرب غير مرشح؟ بالنسبه لي راح تكون صعيبه عليه، راح يكون ضحيه الضغط. يعني الضغط تسر المغرب اللي ماشي شكون اللي مرشح؟ لما كانش المغرب مرشح شكون اللي مرشح؟ صافي لا كوب ديالنا صاحبي، تا الجزائريه ما صاحبي ما نتفرجوا فيكم تسخطونا صاحبي. المغرب صاحبي نطقها مقاده صاحبي، فوتونا نتوما فيما ندوروا صاحبي نتفرجوا فيكم نلقاوكم شادين في المغرب. فوتوا. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. شنو نقول؟ وعلى كاس افريقيا ايضا. لا، هل راح تتاجل مره اخرى محمد؟ لا ادري، لان كاس العرب ولات ذات فيفا. وعلى كاس افريقيا ايضا. لا، واش حبيت نقول لك، يعني طلبوا باش يكونوا اللاعبين فريقهم الاول، الفريق تاع الاول. هنا كاين مشكل، يعني اسبوع ما بين تقريبا 3 ايام. سؤال واحد واريد اجابه واحده، هل المنتخب الجزائري مرشح للفوز بالتاج الافريقي في المغرب؟ نعم او لا؟ ممكن. لا ما تقوليش نعم او لا. ممكن يعني نعم. ممكن نعم. مرشح. ممكن مرشح. الورق مرشح محمد، مرشح، وبحكم التركيبه البشريه الموجوده في المنتخب الوطني والنتائج الايجابيه الراهنه تقدر تقول مرشح. نعم مرشح بلغه العقل، ولكن لا نتكلموا بالمنطق. يعني لما تقصى دورتين على التوالي في الدور الاول من غير معقول انك تكون مرشح. ها هو الطرح الذي يجب ان يكون مرشح على الورق، ولكن حقيقه الميدان امر اخر. نعم. هناك مفاجات ساره ومفاجات غير ساره، ويجب وضع هذه في يعني لو نتكلم بدون عاطفه، اين نضع المنتخب الجزائري في قائمه المرشحين للتتويج باللقب القاري؟ والله شوف، راح نفاجئك يا محمد. انا والله مانيش خايف هاد المنتخبات اللي طحنا معاهم، انا خايف من المنتخب ديالنا. اما البوركينا والغينيا والسودان مانيش خايف منهم. كيفاش راح يكون المنتخب تاعنا في هذاك الوقت؟ هذا هو المشكل ديال. اجبني على السؤال قاسم. روح. قلت لك اين تضع المنتخب الجزائري في قائمه المنتخبات المرشحه للفوز بالتاج الافريقي؟ ما بين الثلاثه الاوائل. اعطيني 1 2 3. ربما راح نفاجئك لو نقول لك المغرب ما راحش يكون مرشح. لماذا لا؟ راح يكون الضغط عليه كبير، وهذا عشنا. لكن يلعب فوق اراضيه. عشنا 88 لعب فوق اراضيه، 88 لعبوا فوق اراضيه وخرج في المرتبه الرابعه. يعني ماهوش لانه هو اللي راح، يعني راح يكون عليه ضغط جماهيري. ضغط، نعم، راح يكون عليه ضغط رهيب من طرف الجمهور. لكن المغرب يعول على الفوز بكأس افريقيا لانه سينظمها، وحتى المنتخبات الاخرى معول باش تفوز بكأس افريقيا. يعني في اعتقادك المغرب غير مرشح؟ بالنسبه لي راح تكون صعيبه عليه، راح يكون ضحيه الضغط. يعني الضغط. اعطيني 1 2 3. نعطيك مصر. نعم. مصر تضحى في قائمه المرشحين. مصر منتخب اللي يعرف يفوز خارج مصر، خارج الديار. السنغال، وتبقى ما بين الجزائر والمغرب في هذا. نعطيك هذا الربعه هذو. منتخبات بوركينا فاسو هي على لقب كأس افريقيا. المنتخب الجزائري وضعته القرعه في المجموعه الخامسه رفقه منتخبات بوركينا فاسو هي الاستوائيه والسودان الشقيق. إذن في المجموعات الأخرى طبعا المنتخب المغربي تصدر المجموعة الأولى كونه مستضيف هذه الدورة، سيلعب في هذه المجموعة إلى جانب المنتخب المالي، الزامبي، ومنتخب جزر القمر. في المجموعة الثانية المنتخب المصري، المنتخب الجنوب افريقي، والمنتخب الانغولي، ومنتخب زيمبابوي. في المجموعه الثالثه منتخب نيجيريا، منتخب تونس، منتخب اوغندا، ومنتخب تنزانيا. وفي المجموعه الرابعه المنتخب السنغالي، منتخب الكونغو الديمقراطيه، ومنتخب بنين، ثم بوتسوانا. وفي المجموعه السادسه
منتخب كوت ديفوار، الكاميرون، الغابون وموزمبيق. إذن هذه هي نتائج قرعة مجموعات كأس إفريقيا 2025. نبدأ معك محمد قاسي السعيد، كيف تقرأ حظوظ الجزائر في المجموعة الخامسة؟ لا، في المجموعة الخامسة حظوظ الجزائر باينة محمد. المفروض على الورق المنتخب الجزائري هو أقوى منتخب في هذه المجموعة، ولكن حذري لأن النسخات السابقات اللي فاتوا تاع الكاميرون وكوت ديفوار علمتنا الحذر، يعني وين ما قدرناش نتجاوزوا دور المجموعات. لهذا السبب هذا نقول باللي حذري، لأن من على عام محمد تعرف نهاية السنة راح تكون منتخبات راح تحسن، منتخبات راح تراجع في المستوى تاعها، لهذا المطلوب الحذر. لو نتكلم بحكم الشرعية التاريخية، المنتخب الجزائري أعلى مستوى من كل المنتخبات التي معه في المجموعة هذه من جهة. لو نتكلم بمنطق الكروي البحت، منتخب الجزائري خارج من منافستين سابقتين من الدور الأول بتركيبة بشرية رائعة. نعم. بتركيبة بشرية خاصة في المنافسة الأولى كانت منتشية بكأس إفريقيا 2019. فلهذا نؤمن بحقيقة الميدان، ويجب أن ننوه أيضا للمشاهد الكريم خاصة أن المنافسة المغلقة، لأن المنتخب الجزائري في الوقت الراهن بدأ يجد معالمه مع الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش. نعم. ولكن منافسة مغلقة تختلف تماما عن تصفيات سواء الإفريقية أو تصفيات كأس العالم. فلهذا مثل ما في نفس السياق الحذر مطلوب، ويجب من الآن التفكير في كأس إفريقيا القادمة بالمغرب. من الوهلات الأولى لو نشاهدوا القرعة، نظن النقطة الإيجابية أننا وقعنا مع منتخبات نعرفوها بين قوسين. لما نتكلموا على بوركينا فاسو، النسخة الفارطة تواجهنا معها وكنا في نفس المجموعة. غينيا الاستوائية نفس الشيء في نسخة الكاميرون. السودان ممكن منافس راح نكتشفوه، ولكن نظن يعني مقارنة ببقية المجموعات، مجموعة المنتخب الوطني ما نقولش سهله، ولكن متوازنه على الاقل متوازنه، لان احسن منتخب يعني بعد الجزائر وبوركينا فاسو يحتل فقط مرتبه 66 على المستوى العالمي. ونظن ان غينيا الاستوائيه مستواها تغير مؤخرا، والدليل انه متواجد في طروازيام شابو. منتخب سوداني اللي استقبل مقابلته خارج السودان نظرا للحرب اللي موجوده في السودان، ولكن في دوره مغلقه كل شيء ممكن. احسن تجربه خديناها في الكاميرون وفي كوت ديفوار. كنا مرشحين، ونظن الان لما تكون اوتسايدر افضل بكثير. سؤال واحد اريد اجابه واحده. مجموعه الجزائر هل ترونها سهله متوازنه ام صعبه؟ لا، متوازنه. لا يوجد سهل في كرة القدم، لا يوجد سهل في كرة القدم. متوازنه وصعبه. متوازنه لحد بعيد. نعم، لكن لو نلقي إطلالة في جدول ترتيب هذه المنتخبات نجد أن المنتخب البوركينابي مصنف في المركز 66 عالميا. المنتخب منتخب غينيا الاستوائية في المركز 93 عالميا، ومنتخب السودان أعتقد المركز 113 عالميا. يعني كلها منتخبات نفوقها تاريخا وترتيبا وقوة ومكانة في كرة القدم الإفريقية. لماذا يعني نقول مجموعة متوازنة ونحاول أن نصعب الأمور؟ الفارطتين كنا مع منتخبات نفوقها تاريخا وكل شيء ومكانة وعراقة، ومع هذا خرجنا مع موريتانيا في الدور الأول. فلهذا الآن يجب التفكير وأنت تلعب في بلد تقدر تقول حتى وإن كان جار، ولكن غريم تقليدي راح تلعب في المغرب. والقارة الإفريقية كل المنتخبات في الدورات المغلقة أصبحت قوية. نعم. حتى وإن كنت منتخبا قويا يصعب عليك تحضير مباريات من هذا النوع. وقاسي سعيد هنا خبرة يفوقنا خبرة وتجربة وأدرى بهذه الأشياء. لكن هذه المرة لن نلعب كأس إفريقيا في أدغال إفريقيا. أنا معك في هذا الطرح. سنلعب في بلد جار، يعني الطقس مناسب جدا للمنتخب الوطني الجزائري، الأجواء أيضا مناسبة. ممكن جدا سيكون هناك جماهير جزائرية ستتوافد لمناصرة المنتخب، يعني الأجواء ستكون مهيئة للمنتخب. عندنا تقريبا نفس الطقس مع المغرب. الملاعب راح تكون في المستوى العالي. نعم. الجماهير بدون شك
راح يغزو المغرب الشعب الجمهور الجزائري. عمر قال احنا نعرفوا البوركينا ونعرفوا غينيا الاستوائية. هما قالت يعرفونا عمر، هذا هو المشكل. هما قالت يعرفونا. انا واش علمتني الكره، كنت انا كنا الجزائر في المرتبه الاولى افريقيا في 86 وخرجنا من الدور الاول. يعني الترتيب ما يعني حتى شيء محمد، اللي يعني هو الفورمه اللي تكون فيها في هذاك الوقت المناسب. اكيد، لان لو نتكلموا على الدورات المغلقه حتى يعني كل الفرق كانت ممكن تتكلم على الجزائر في دوره الكاميرون ودوره كوت ديفوار، ولكن في نهايه الامر خسرنا مع نفس المنتخبات يعني، وكانت منتخبات اقل لما نتكلموا على سيراليون في ادغال افريقيا. في ادغال افريقيا اوكي، في شمال افريقيا تختلف امور. اخر مشاركه لنا في دوره في شمال افريقيا فزنا باللقب في مصر. نعم. نظن هذا معطى مهم، ولكن حتى الدوره اللي فزنا بها كانت في شهر جويليا في الصيف، ونظن هذا الامر ثاني يلعب دور مع اللاعبين المحترفين. ولكن الجميع راح متفق ان لما تلعب في ادغال افريقيا وتلعب شمال افريقيا الامر مختلف تماما، من حيث الملاعب، من حيث المناخ، من حيث حتى نقطه مهمه راح تكون لو نتاهلوا ان شاء الله لكاس العالم 2026 راح يكون تحفيز اللاعبين، راح يكون 6 اشهر قبل كاس العالم بامريكا. نظن هذه الامور تلعب دور، يعني كل اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من اجل اقناع الناخب الوطني والمشاركه في كاس العالم. كان عندنا نفس التجربه في 2010 في نفس السنه كنا لعبنا كاس افريقيا لحقنا النصف النهائي ولعبنا كاس العالم. لكن احيانا يقول لك لا، النتائج ستكون عكسيه لانك ستستنزف كل قواك 4 أو 5 اشهر قبل بدايه كاس العالم. سلاح ذو حدين، ولكن نتكلم خاصه على الاهميه اللي ممكن يمدها اللاعبين. قبلها ستكون كأس العرب اللي في توقيت ممكن لما تكلموا على 21 ديسمبر بداية كأس افريقيا الى لغايه 18 يناير، وفي المقابل نهاية كأس العرب في 18 ديسمبر، نظن راح يكون الوقت ضيق بين الدورتين. سيحدث استنزاف للاعبين. هل راح تتأجل مرة أخرى محمد؟ لا أدري، لأن كأس العرب ولات دات فيفا بالضبط. كأس افريقيا أيضا. لا واش حبيت نقول لك، يعني طلبوا باش يكونوا اللاعبين الفريق الأول، الفريق تاع الأول. هنا كاين مشكل، يعني أسبوع ما بين تقريبا 3 أيام. سؤال واحد وأريد إجابة واحدة: هل المنتخب الجزائري مرشح للفوز بالتاج الإفريقي في المغرب؟ نعم أو لا؟ ممكن. لا ما تقوليش نعم أو لا. ممكن يعني نعم. ممكن نعم. مرشح. ممكن. مرشح. الورق مرشح محمد، مرشح، وبحكم التركيبه البشريه الموجوده في المنتخب الوطني والنتائج الايجابيه الراهنه تقدر تقول مرشح. نعم مرشح بلغه العقل، ولكن لما نتكلموا بالمنطق يعني لما تقصى دورتين على التوالي في الدور الاول من غير معقول انك تكون مرشح. هذا هو الطرح الذي يجب ان يكون مرشح على الورق، ولكن حقيقه الميدان امر اخر. نعم. هناك مفاجات ساره ومفاجات غير ساره، ويجب وضع هذه في يعني لو نتكلم بدون عاطفه، اين نضع المنتخب الجزائري في قائمه المرشحين للتتويج باللقب القاري؟ والله شوف راح نفاجئك يا محمد، انا والله مانيش خايف هاد المنتخبات اللي طحنا معاهم، انا خايف من المنتخب ديالنا. اما البوركينا والغينيا والسودان مانيش خايف منهم. كيفاش راح يكون المنتخب تاعنا في هذاك الوقت؟ هذا هو المشكل ديال. اجبني على السؤال قاسم. روح. قلت لك اين تضع المنتخب الجزائري في قائمه المنتخبات المرشحه للفوز بالتاج الافريقي؟ ما بين الثلاثه الاوائل. اعطيني 1 2 3. ربما راح نفاجئك لو نقول لك المغرب ما راحش يكون مرشح. لماذا لا؟ راح يكون الضغط عليه كبير، وهذا عشنا. لكن يلعب فوق اراضيه. عشنا 88